السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش أي حد كده يقول لك أنا من شركة كذا وعايز أدخل الشقة علشان خاطر أتعرف على كذا وأشوف العداد بتاع مش عارف إيه وبتاع إيه، تدخله عندك الشقة من غير ما تعرف هويته. وده اللي حصل مع ممثلة مشهورة عايشة في كيمباوند في 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. الممثلة ديت من غير ما نعرف اسمها، لأن المواقع الإخبارية منزلة الخبر من غير ما تكتب اسمها لعدم التشهير، ولكن علشان خاطر نتعلم من واقعة زي دي. اللي حصل معاها ممكن يحصل مع ناس كتير، بس أهم حاجة نتعلم من اللي هي عملته إحنا ما نعملوش. اللي حصل هنا إن في 2 خبطوا عليها وقالوا لها إحنا من شركة الغاز داخلين علشان خاطر نتابع العداد ونتابع المواسير. هي طبعا دخلتهم، وبعد ما دخلتهم بيقولوا لها هو فين العداد؟ فهي هنا بتقول لهم يعني انتوا من شركه الغاز ومش عارفين فين العداد؟ طب ممكن الكرنيهات بتاعتكم؟ شكت فيهم قبل ما تكمل الكلمه بتاعتها وتقول لهم فين الكرنيهات. هم بصوا لبعضهم وعلى طول راح واحد مكتفها والتاني حط بلاستر على بقها. ليه؟ لان هم كده خلاص حسوا ان هي هتكشفهم، ولو هي كشفتهم وصوتت خلاص، فراحوا لاحقين وحطوا بلاستر على بقها وكتفوا ايديها. وبدأوا هنا بقى ان هم يلفوا في الشقه علشان خاطر يجيبوا محتويات اللي في الشقه والفلوس اللي هم عارفين ان هي معاها فلوس، متاكدين ان هي معاها فلوس ومعاها كام بالظبط من السمسار. وايه حكايه السمسار ده هيجي في السكه دلوقتي واقول لكم الموضوع ايه بالظبط. بعد ما دخلوا على الشقة وخدوا الفلوس اللي هم عايزينها وذهب واكسسوارات وخدوا موبايلات، حاجات كلها تتحط في شنطة ولكن بآلاف الجنيهات. ولكن هنا كمان حب ان هم يهتكوا عرضها وان هم يتعدوا عليها، ولكن بتقول في اقوالها ان هم ما قدروش يعملوا معايا حاجة. هم حاولوا ان هم يعملوا معايا كده لكن ما قدروش يعملوا معايا حاجة. طيب وبعدين خدوا بعضهم ومشيوا. واحدة صاحبتها بتتصل بيها موجودة جنبها ومتأكدة إن هي موجودة في الشقة، لأن هي كانت قايلة لها إن أنا موجودة ومش هنزل. اتصلت بيها وكل ما تتصل بيها الموبايل مقفول، قلقت عليها راحت تخبط عليها، ولكن للأسف الباب ما بيفتحش، وسمع صوت وهي بتستغيث ولكن البلاستر على بقها. هنا على طول راحت متصلة بالأمن بتاع الكيمباوند. هنا امن الكيمباوند على طول راح متصل بالشرطه، جت الاجهزه الامنيه كسروا الباب، دخلوا لقوها جوه في حاله صعبه جدا، يا ربنا ما يوريها على حد، متكتفه وبلاستر على بقها وكدمات في جسمها وحاجه يعني صعبه جدا، على اساس ان هي كان هيتم الهتك بيها وفي نفس الوقت تم سرقتها. مين اللي عمل فيك كده؟ 2 دخلوا عليا وقالوا لي احنا من شركه الغاز وحصل كذا وكذا وكذا. هنا طبعا على طول بدأوا يفرغوا الكاميرات ولقوا ان الاتنين دول خرجوا الشنطة وركبوا عربية، والعربية ديت كان عليها طبعا النمر بتاعتها. عن طريق العربية قدروا ان هم يعرفوا مين اللي عمل الواقعة دي، وتم القبض على 3: سائق العربية اللي هو السمسار و2 معاه. السمسار دوت بيتعامل معاها على اساس ان هو كان هيجيب لها عربية، وهي قايله له ان معايا الفلوس ومش حطاها في البنك علشان خاطر منين ما تجيب العربية فلوس جاهزة. وعرف كمان ان هي عايشه لوحدها، يعني هو عرف منها ان هي عايشه لوحدها وان هي معاها فلوس تمن العربيه. عشان كده هو استعان باخوه وواحد صاحب اخوه، يعني الاثنين اللي دخلوا دور الفيلا دول او دخلوا الشقه بتاعتها اخوه وصاحب اخوه. وطبعا السمسار هو اللي مخطط الموضوع كله. تم القبض عليهم ال3 وجابوها علشان خاطر تتعرف على ال3 دول. اتعرفت طبعا على ال2 اللي دخلوا عليها، والتالت قالت ايه ده السمسار اللي انا بتعامل معاه اللي هو كان هيجيب لي العربيه. ما هو السمسار ده يا حبيبتي هو اللي عمل فيكي كده. يبقى لازم نتعلم من الواقعه دي يا جماعه، ان احنا قبل ما يدخل حد عندي الشقه لازم الاول اتاكد من هويته واشوف البطاقه بتاعته واشوف الكارنيه بتاع الشغل بتاعه، ما هو حقيقي موظف في شركه كذا. مش اي حد يقول لي يدخل على طول. الحاجة التانية كمان، أنا لما أتعامل مع حد بيشتري أو بيبيع دي مش لازم إن أنا بقعد أقول له أسراري ويعرف إن أنا قاعد لوحدي وإن أنا معايا الفلوس وإن الفلوس جاهزة. طبعا هنا هو عرف، لما عرف منها كل حاجة عشان كده هو خطط الموضوع ده كله وعمل الموضوع ده كله معاها. ولكن طبعا فاكر ان مش هيتقبض عليه، ولكن طبعا تم القبض عليه. دلوقتي اي جريمه يا جماعه مهما كانت على طول بيتم القبض على اللي عاملها. الكاميرات دلوقتي ما سابتش اي حاجه، اي واقعه دلوقتي بتحصل الكاميرات بتجيب. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.